السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، صحة وسلامة يا رب العالمين. زي ما عودتكم كل يوم اخبار رياضة وكورة عن كل الدوريات. مباراة النهاردة هتكون بين نادي الزمالك ونادي فيوتشر بعد تعارض النادي الاهلي فرصة الزمالك. جمهور نادي الزمالك بيسأل لاعيبته خلصوا الدنيا بقى، خدوا الفرصة من النادي الاهلي بعد ما النادي الاهلي تعرقل امس امام فاركو. النادي الاهلي مدي فرصه للزمالك، يا ريت الزمالك يمسك فيها، خصوصا كل مره الاهلي فيها بيتاخر نادي الزمالك بيقدم له هديه ويقول له وانا التاني زيك وهتاخر معاك. النهارده بقى لعيبه نادي الزمالك لازم تكون مركزه 100% عشان تخلص تبدا تتقدم في الدوري، تبدا تركب جدول الدوري. تعالوا النهارده انا اعرفكم تشكيله المباراه والقرائن الناقله وكل ما يدور حول مباراه نادي الزمالك ونادي فيوتشر. بس ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناه وتفعل لي زر الجرس حتى يصلك كل جديد اول باول. يشهد ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم مواجهة نارية تجمع بين فريقين نادي الزمالك ومودين سبورت فيوتشر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز. يدخل الزمالك المباراة وهو يبحث عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل مواصلة الضغط على غريمه التقليدي النادي الأهلي ومواصلته إلى صدارة جدول الترتيب. ويحتل الأبيض حاليا المركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر جدول الدوري. يعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة، أبرزهم اللاعب عبد الله السعيد ومحمود حمدي الونش. ومن المتوقع أن يدفع السويسري بتشكيلة متوازنة في ظل غياب، حيث يقوم بمشاركة أحمد فتوح في خط الوسط بديلا من عبد الله السعيد وحمزة المسلوسي في قلب الدفاع بديلا من الونش. طبعا غياب عبد الله السعيد هيفرق النهارده بشكل كله هيعرفه. عبد الله السعيد في حته وسط الملعب دي هيفرق كتير النهارده، خصوصا ان الماتش النهارده مش متحمل اي مضاعفات او اي خسائر او اي لعيبه متصابه. الزمالك ضاغط بكل قوة عشان يخلص 3 نقاط من قلب فيوتشر. جمهور نادي الزمالك وراء نادي الزمالك النهاردة، حيث المباراة دي هتكون مباراة صعبة على نادي الزمالك وفيها ضغوطات من الجمهور على اللعيبة، عايزين ياخدوا 3 نقاط ويخلصوا الماتش بدري بدري. شد حيلك يا زمالك. هنكمل بينا أخبار عن مباراة نادي الزمالك ونادي مودن فيوتشر، بس بالله عليك ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل لي زر الجرس وتدوس لايك للفيديو ده عشان الفيديو يروح لغيرك وانك تستفاد وتفيد غيرك. اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد عن اخبار الزمالك اول باول وكل اخبار الدوري المصري. يلا بينا نكمل تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة مودن سبورت فيوتشر. في حراسة المرمى محمد عواد، طبعا محمد حارس مرمى كويس جدا وهايل جدا، خصوصا كمان ان الحمد لله محمد صبحي برضه بشكل كويس وبشكل حلو قوي بيلعب مع نادي الزمالك، بيسد خانة كويسة جدا. يعني الزمالك حراسة المرمى تمام قوي. تعالوا بينا كده نخش على خط الدفاع واللي هيلعب فيه النهارده محمود بن تايك وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد وعمر جابر. انا شايف ان خط الدفاع كده كويس جدا. نروح بقى نص الملعب اللي فيه كام اصابه كده، ناصر ماهر وبعد كده عبد الله السعيد، اللي النهارده هنشوف وهنحس بفرق كبير قوي، وان غياب عبد الله السعيد هيأثر مع الزمالك. يا رب فتوح يأدي بشكل كويس خصوصا في نص الملعب، وفتوح متميز وحريف وبيعرف يعدي واحد على واحد وكمان يعرف يدي سرو كويس جدا. فتوح من اللعيبه الهايله جدا. خط الوسط احمد فتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد شحات. خط الهجوم احمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي. انا شايف ان التشكيله دي كويسه جدا، ويا رب النهارده تفرق مع نادي الزمالك. مودن سبورت يبحث عن مفاجاه من جانب، يسعى نادي مودن فيوتشر لتحقيق نتيجه ايجابيه في هذا المباراه الصعبه من اجل الخروج من منطقة الخطر والابتعاد عن المركز وابتعاد عن مركز الهبوط. تعتبر مباراة اليوم من أهم المباريات في دوري الممتاز، حيث بشكل كبير على ترتيب فرق المقدمة، ويتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسية من جانب اللعيبة والجمهور. طبعا هتكون مباراة من نار زي ما قلت لكم في أول الفيديو. الزمالك ضاغط وجمهوره ضاغط على نادي الزمالك، حيث نادي الزمالك خلاص ما قداموش فرصة غير انه يكسب
جمهور نادي الزمالك النهارده بيقول للنادي الاهلي قدم لك فرصه واثنين وثلاثه، خصوصا النادي الاهلي متدمر نفسيا. لعيبه النادي الاهلي اي حد معدي كده ممكن يكسبها. اللعيبه ما بتلعبش بروح، اللعيبه ما تعرفش ايه اللي حاصل في النادي الاهلي. نادي الزمالك بقى مهمته وبتشكيلته ولعيبته وجمهوره لازم يستغل الحته دي، خصوصا عايز الدوري السنه دي، عايز تروح افريقيا السنه الجايه، ما قدامكش فرصه احسن من دي. النادي الاهلي خلاص كده يعتبر المباريات الجايه نادي الاهلي محتاج صفقات، نادي الاهلي خلاص متدمر نفسيا. هنا نادي الزمالك بقى لازم يستغل الحته دي، خصوصا لعيبه نادي الزمالك كده تحس ان هي فايقه الايام اللي فاتت دي بشكل كويس، كسبانه ماتش في الثاني. النهارده كمان لو ربنا سهل ونادي الزمالك كسب هيبقى في المقدمه، وده احسن فرصه ليهم، واللعيبه لازم تتميز بده وانها تستغل الفرصه. نتمنى نشوف مباراة كويسة من جانب الفريقين، وان نادي الزمالك ونادي مودرن سبورت فيوتشر مباراة هتكون من نار، كلنا كده هنسمعها في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر على اون تايم سبورت. ولحد هنا كنت وصلت لنهاية الفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. اسف لو طولت على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.